في الفيديو النهارده جايب لك مفتاح كمال الاجسام. يلا بينا نتكلم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده في الفيديو جايب لك مفتاح كمال الاجسام. هو عباره عن ايه؟ عن مثلث. المثلث ده زي ما احنا عارفين طبعا بيتكون من 3 اضلاع. يا راجل، هكلمك عن كل زاوية في المثلث وأهميتها وإزاي هنقدر نطبقها. تابعوا الفيديو للآخر. كتير مننا بيخش الجيم يتمرن شهر شهرين ما بيلاقيش نتائج، فبيحبط وبيقعد ما بينزلش الجيم تاني. ده عشان هيكون عمل حاجة من التلاتة اللي هقول لكم عليها النهاردة غلط. أول زاوية في المثلث هي أهم حاجة، اللي هي التغذية. كمال الأجسام يعني تغذية. اللعبة كلها بتدور حوالين التغذية، الأكل اللي داخل معدتك. عايز تزيد هتظبط أكلك، عايز تقل في الوزن هتظبط أكلك، عايز تعمل فورمة هتظبط أكلك، عايز تطلع على مسرح هتظبط أكلك. يعني الأكل حاجة مهمة جدا جدا. لعبة كمال الأجسام 70% منها أكل. 70% الأكل الصحي. الأكل الصحي ده عبارة عن إيه؟ زي ما اتكلمنا قبل كده: بروتين، كارب، دهون صحيه، هيلثي فات. البروتين طبعا زي ما قلنا من مصادرها كلها عشان ما نطولش وقت الحلقه على الفاضي. الكارب تم بالكربوهيدرات المعقده زي الشوفان، زي البطاطا. الاثنين دول يعتبروا احسن مصدرين كارب في الدنيا. جسمك بيقعد فتره طويله جدا عشان يكسرهم ويمتصهم، والكارب اللي فيه نضيف جدا وهيحسسك بالشبع. ثالث حاجه اللي هي الهيلثي فات، الدهون الصحيه. زي ما اتكلمنا قبل كده: زيت زيتون، الاوميجا 3، المكسرات والحاجات دي كلها، دي تعتبر من الهيلث فات. يبقى احنا اتكلمنا كده عن التغذيه واهميتها. زي ما قلنا يا شباب 70% من لعبه كمال الاجسام تغذيه. اهتميت بالتغذيه هتلاقي نتائج، ما اهتمتش بالتغذيه كده انت بتضيع وقتك على الفاضي. حتى لو انت متصاب، حتى لو انت عندك امتحانات وكنت بتتمرن وبطلت، حتى لو انت عندك ظروف وما قدرتش تنزل تتمرن، مش مهتم بالتمرين وبتنزلش الجيم كتير، اهتم بالتغذية. التغذية هي اللي هتخليك جسمك كويس. تاني زاوية عندنا من في المثلث وهي التمرين. التمرين هيجي بعد التغذية. التمرين عليه حوالي 20% من لعبة كمال الأجسام. هتستغرب طبعا ان انا بقول لك الكلام ده. 20% لو كمان انت بتعمله بصورة صحيحة وبتعمله بصورة سليمة وموت نفسك تمرين. هو التمرين ده عبارة عن ايه؟ او انت ما بتيجي تخش الجيم بتعمل ايه؟ انت ما بتخش الجيم تتمرن تمرينة محترمة، تمرينة رجالة، ما بتقلش عن ساعة. انت كده بتقطع الالياف العضلية. يعني انت عندك مثلا العضلة دي، عضلة الباي، لما بتتمرنها وبتعمل عليها مجهود في وقت قصير، العضلة اليافها بتتقطع كويس كده. يبقى انت عملت اول جزء. لما عضلاتك بتتقطع يجي اهم حاجة اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي راس المثلث، اللي هي التغذية. هي اللي هتعالج لك القطع ده، هي اللي هتعالج لك وهي اللي هتكبر لك العضلات. يعني انت ما بتخش الجيم بصورة اوضح عشان الناس كلها تفهم: انت ما بتخش الجيم انت كده ما بتكبرش عضلات. بتكبر عضلات لما بتاكل. يعني انت دلوقتي دخلت اتمرنت، قطعت الالياف العضلية، كلت، يبقى انت كده عملت في حدود 90% من اللي عليك. تمرين محترم، تمرين رجاله. والتمرين المحترم اللي انا بتكلم عليه ده هقسمه لكم لنوعين: تمرين باداء صحيح، تاني حاجه الاستمرار في التمرين، انك تستمر في التمرين. اول حاجه الاداء الصحيح، تخش تلعب العضله صح. انت لسه مبتدئ في الجيم، حاول على قد ما تقدر تهتم بالاجهزه، ما تتعبش نفسك في اوزان حره. الأجهزة هتحكمك في الطلعة وفي النزلة، هيبقى ليها مدى حركي معين غصب عنك لازم تعمله. حاول على قد ما تقدر لو انت لسه في أول 3 أشهر خف من الأوزان الحرة. اهتم الأول بالأجهزة لحد أما مستواك يتقدم شوية وتفهم ايه اللي بيحصل، زود سنة سنة في الأوزان الحرة. يبقى احنا كده اتكلمنا عن أول حاجة: انك تتمرن بطريقة سليمة، انك تستمر في التمرين. كتير من الشباب بقابلهم بيقول لي: يا كابتن انا اتمرنت شهر وقعدت. بتمرن شهر وشهر لا. الاستمرارية يا شباب هي المفتاح. استمر
في اي حاجه، حتى لو هتاخد خطوات بسيطه قوي بس استمر في اللي انت بتعمله. الاستمراريه مهمه جدا، يعني هتستمر عليها طول حياتك. مش هتتمرن شهر وهتلاقي جسمك اتظبط فتقوم قاعد. الكلام ده ما بيحصلش. انت لو داخل عشان تتمرن شهر وشهرين، احب اقول لك ما تضيعش وقتك. اللعبه دي لازم تديها. انا مش بقول لك كده عشان احبطك، دي اكتر نصيحه ممكن اديها لك، انك تستمر في التمرين وما تحبطش نفسك حتى لو ما لقيتش في الاشهر الاولى نتائج. ثالث زاويه عندنا في المثلث هي النوم، الراحه. كل فيديو بتكلم عن اهميه النوم. 8 ساعات يا شباب، النوم عميق، تبقى نايم زي ما بيقولوا كده مش دريان بحاجه. هو ده النوم اللي بيتعمل فيه الريكفري، اللي جسمك بيصلح فيه نفسه. انت دلوقتي دخلت الجيم، قطعت الالياف العضليه، كلت اكل صحي، بروتين، كارب، فات. دلوقتي جسمك في اخر مرحله، وانت نايم نوم عميق جسمك بيفرز جي اتش، ده ربنا مبرمجه على كده. وانت نايم نوم عميق الجسم بيصلح التلف اللي في العضلات. كده انت بتكبر، كده انت بتكبر وعضلاتك بتكبر. دي كده المثلث بتاع كمال الاجسام، ده كده سر كمال الاجسام. هتلتزم بالتلاتة دول هتلاقي نتائج جبارة. هتستهتر بأي حاجة من التلاتة دول نتائجك مش هتعجبك. اديكم ملخص سريع. المثلث بتاعنا تغذية، تمرين، راحة. هتلتزم بالتلاتة دول هتدعي لي. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، واستنى الحلقات الجديدة عشان ما يفوتكش اي معلومة. ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتبه تحت في الكومنتس هرد عليك. سلام.